السلام عليكم متابعينا الكرام. تأسف وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني للغياب الطويل لعبد الرزاق حمد الله عن صفوف المنتخب الوطني، مستغربا لعجز المدربين السابقين على إقناعه بالعودة لصفوف الأسود. وأبدى الركراكي ارتياحه للرغبة الكبيرة والحماس الذي أظهره حمد الله في أول حصة تدريبية رفقة الأسود في قطر بعد أزيد من 3 سنوات من الغياب عن المنتخب الوطني. وأكدت مصادر صحفية أن الركراكي عبر عن ارتياحه الكبير بعد مشاركة حمد الله في أول حصة تدريبية تحت إشرافه، خاصة أن الأخير لديه رغبة كبيرة في تقديم مستوى جيد والحصول على رسميته رفقة الأسود لتعويض ما فات. واعتبر الناخب الوطني أن كل ما قيل عن حمد الله في السابق لا أساس له من الصحة، إذ كان نشيطا في الحصة التدريبية وتجاوب مع زملائه بشكل إيجابي. وفي الحقيقة يعني أنا أشوف كثير من الإعلام يتكلمون على أنه حمد الله له علاقة مو حلوة مع اللعيبة حق المنتخب، وهذا شيء يعني بالعكس، فعلاقتي مع جميع اللعيبة حلوة يعني وممتازة. ونجح الركراكي في تذويب الخلافات التي كانت تحول دون عودة نجم اتحاد جدة السعودي للمنتخب الوطني أياما قبل انطلاق كأس العالم، إذ أقنعه وليد الركراكي ومساعده بن محمود بضرورة الاعتذار عن تصرفه السابق الذي صدر منه في سنة 2019 لتمهيد الطريق لعودته لصفوف المنتخب الوطني. شكرت الجمهور المغربي على وقفتهم معايا، أبغى أعتذر لهم مرة أخرى وأعتذر لأي مسؤول على هذا الخطأ اللي سويته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.